مميزاتهم وكمان عيوبهم ومين في رأيي الشخصي أفضل. أول حاجة عندنا سكوتر مارينو سبورت، هو 150 سي سي، زي ما احنا عارفين طبعا إن هو تبريد هواء، وكمان الجنود بتاعته بتكون 12. كمان هنلاقي عندنا ان الانوار بتاعته ليد، هنلاقي ان العدادات بتاعته ديجيتال، كمان هنلاقي فيه شويه اوبشنز كده تمام زي اليو اس بي، الانوار الليد، مساحات التخزين. كمان من اهم الحاجات والمميزات في سكوتر مارينو سبورت هي ان فرامل امامي باكم، وكمان نظام الفرامل الخلفي باكم بنظام السي بي اس. كمان من اهم المميزات ان احنا هنلاقي ان هو 2 مساعد امامي وكمان 2 مساعد خلفي. ده ملخص عن مارينو سبورت. طب تعالى نشوفه مع بعض ملخص سريع عن اوربت 2. اوربت 2 هو من انتاج شركه اس واي ام، وهو 150 سي سي، ولكن حقيقه هو 124 سي سي. السكوتر بيكون كالعاده تبريد هواء، الجنود بتاعته بتكون 12. لكن بقى من عيوب السكوتر دوت ان هو بيكون على مساعد واحد خلفي زي ما انتم شايفين كده، وكمان نظام الفرامل بتاعه بيكون واير او سلك. هنلاقي ان السكوتر فقير فنيا، ان هو ما فيهوش طبعا انوار ليد او الاوبشنز زي في مارينو سبورت. كمان هنلاقي ان العدادات بتاعته عدادات عاديه. لو جينا اتكلمنا طبعا عن مقارنه ما بين خامات الاثنين سكوترز، هنقول ان خامه الاوربت نوعا ما في الفبر هتكون اعلى شويه تمام من المارينو سبورت. ولكن انا شايف ان المارينو سبورت بصراحه خامته كويسه وطبيعي، يعني مش وحش. من اهم الفروقات ما بين الاثنين ان المارينو سبورت 2 مساعد امامي 2 خلفي، لكن الاوربت 2 هو مساعد واحد خلفي. كمان هنلاقي من اهم الفروقات ان المارينو سبورت هو نظام فرامل باكم امامي وخلفي، ولكن الاوربت 2 بيكون نظام فرامل باكم امامي فقط، والخلفي بيكون واير. على مستوى الحجم يعتبر المارينو سبورت هو اعلى من على الارض من الاوربت 2. كمان على مستوى الحجم زي ما انتم شايفين المارينو سبورت يعتبر اعلى وكمان اكبر. حجم الكرسي فيه زي ما انتم شايفين بيكون اكبر شويه من الاوربت 2، لكن الاوربت 2 بصراحه اريح. يعني المارينو سبورت هو ناشف شويه، لكن الاوربت 2 تحس ان خامه الكرسي اريح شويه. بقى للجزء المنتظر واللي كل المشاهدين مستنيينه، وهو الفرق في الاداء. ايه الفرق ما بين حوا مارينو سبورت واوربت 2 في الاداء؟ وهل الاداء هيبقى مختلف كتير بين الاثنين سكوترز؟ في الحقيقه لا، الاثنين 150 سي سي، والاثنين بيدونا ما يقارب يعني توب سبيد من 95 ل 100. الاثنين التسارع بتاعهم يعتبر شبه واحد تمام. فالاثنين مش هيدوك اللي انت فاكره بقى، مش هتطلع تطير بيهم وتتنطط على الحيطه والكلام دوت، بل بالعكس الاثنين هيدوك اداء طبيعي خالص. يعني في المدينه على مستوى السرعات هو بيجيب من 95 ل 100، لكن انا حقيقه بالمارينو سبورت جبت بيه ما يقارب ال 110 قبل كده. فتقريبا الاثنين يعتبر ادائهم واحد، يعتبر التسارع بتاعهم واحد. مش هتلاقي يعني فرق كبير قوي في الاداء ما بين الاثنين سكوترز. في الاول وفي الاخر الاثنين 150 سي سي، فمش متوقع منهم ان هم يعني يدوك كتير. هما الاثنين مناسبين للمشاوير الداخليه، مناسبين جوه المدينه جدا، مناسبين ان انت تروح بيهم الجامعه، تروح بيهم الشغل، تشتغل بيهم شغل خفيف مثلا حوالي 3 4 ساعات. لكن الاثنين مش مخصصين ان انت تقطع بيهم مسافات طويله وساعات من السواقه والسفر والشقه وان انت تقرص عليهم. لو جيت بقى سألتني عن رأيي الشخصي، اشتري بقى حوا مارينو سبورت ولا اشتري اوربت 2؟ بكل بساطة انا هقول لك اشتري حوا مارينو سبورت للثلاث اسباب اللي انا هقول لك عليهم. اول حاجة ان السكوتر نظام الفرامل بتاعه حلو جدا جدا جدا، الجنود بتاعته مدعمة، في شوية اوبشنز جميلة جدا. كمان بقى السبب التاني والاهم بالنسبة لي ان هو موفر جدا في البنزين. يعني لكم ان تتخيلوا يا جماعه ان انا اللتر بيمشيني حوالي ما يقارب من 25 كيلو ل 30 كيلو، حسب طبعا بقى الرياح والطريق وكده. حاجه كمان بقى ان السكوتر شكله حلو بصراحه وشكله هجومي، الانوار بتاعته جميله، بيديك ايحاء كده ان هو يعني هجومي كده، وبيديك ايحاء بالسرعه. ف يعني لو سالتني عن رايي الشخصي انا هقول لك اشتري حوا مارينو سبورت، طبعا علشان هو 2 مساعد امامي 2 مساعد خلفي، ففي الحاله ديت هو هيستحمل اكتر. كمان علشان نظام الفرامل بتاعنا سي بي اس، فديت تعتبر اجود من الاوربت 2. كمان ودي حاجه زياده ان انت هتلاقي فيه شويه اوبشنز جميله قوي ورفاهيات هتعجبك، زي اليو اس بي، الانوار الليد، شكل الفوانيس بتاعته، شكل العدادات، كمان شكل السكوتر بشكل عام شكله حلو جدا. فانت لو سالتني عن رايي الشخصي فمارينو سبورت
يكسب اوربت 2. ده كان ريفيو سريع ومقارنة سريعة ما بين سكوتر مارينو سبورت وسكوتر اوربت 2. أرجو تكونوا